عاملين ايه يا رب؟ كلكم تكونوا في مقدام الصحه في احسن حال. انا اخيرا اشتريت الكراسي اللي انتوا قلتوا لي عليه وكده اجيبها من عند ابو جنة. ابو جنة يا جماعه بجيب من عنده كل حاجه، وانا اللي جايبها من عنده التربو. التربوهات اهيت يا قمر اهي. سلم عليهم ابو جنة. تنوروا ابو جنة يا جماعه. شبين الكوم شارع سيدي خميس. ابو جنة شبين الكوم شارع سيدي خميس، بجوار المهدي بتاع الملابس، او من عند المحطه بشبين الكوم. الراجل ده عنده بلاستيكات روعه، انا جربت جبت من عنده حاجات كتيره، خامات حلوه بجد. دايما اختلف معاه في الاسعار ويقول لي خدي بس وعلى ضمانتي، صح؟ خدي. جبت الكرسيين اهو يا جوهره. هاتي يا شيرين الكراسي اقعدي عليها. ادي جبت الكراسي اهو يا جماعه، اشتريتهم الاثنين اهم. ادي واحد والثاني تحت اهو، وعايزاكم بس تشجعوني في اللي جاي ان شاء الله. هعمل لكم جولات من كده كتير. حطوا اللايك شجعوا ابو جنة. كل اللي مش بين الكوم يجي يشتري من عند ابو جنة يا جماعه. هاتي بقى الاسم بتاع المحل بتاعكم. بنت ابو جنة يا جماعه هي اللي بتصور. تمام. يلا يا جماعه ان شاء الله في جوله ثانيه هنيجي نعرف الاسعار من ابو جنة عشان العرايس اللي بتجهز. حبايبنا اللي من بره بيقولوا لي شيرين اسعاركم عامله ازاي؟ الحمد لله البصل النهارده ب 40 كانت ب 50 جنيه. ربنا يسترها معانا يا بلاد. اقفل يا جماعه، مع السلامه. وخدتكم بقى جوله معايا وانا بشتري السمك من محل السمك اللي انا بجيب منه كل الاسماك اللي انا بحبها. المحل ده بينه وبين البيت ما يجيش 3 دقايق، اقل من 3 دقايق. بشتري منه كل حاجه، وحتى لو عليا فلوس قسما بالله ما بيقولوا لي اي حاجه. خد اللي انت عايزاه يا خالة ام احمد وروح. ربنا يا رب يصلح حالهم وحالنا ويعطيهم ويعطينا ويرزقهم ويرزقنا. بدليل ان والله العظيم هم اللي بيصوروا. ايه رايكم بقى؟ يعني فيهم ولد ربنا يا رب يبارك له يا رب ويحمي لامه. هو صاحب احمد ابني، معاه في المدرسه ومعاه في الجيم. ف قال لي هات يا خالة ام احمد انا اللي هصور وكده. قلت له ماشي يا حبيبي، خد التليفون اهو. عايزه اقول لكم ايه يا شيرين، هو في انت كنت بتشتري امتى؟ انا بشتري ما بين المغرب والعشاء، ما بين المغرب والعشاء، وكنا يوم خميس. عايزه اقول لكم يعني هنروح عند المغرب ورحنا عند تيتا وسامي كنا يوم ايه؟ يوم خميس يا جماعه. ورحت بقى ايه العزيزه الغاليه عليا تيتا مين يا نور؟ أم سامي. جت قالت لي يا شيرين انا عارفاك انت أنا شاطره. عايزة كيلو جمبري وكيلو كابوريا ونص كيلو سمك، صح؟ لا، وكيلو سمك. كيلو سمك. تمام. شفت نور حفص. المهم حبيب قلبي ايه، خدتها بقى وقلت لها تعالى ما نروح نجيب لتيتا ام سامي. نقيت لها الجمبري زي ما انتم شايفين. الجمبري سعره كام يا شيري؟ الجمبري سعره 270 جنيه. 270 جنيه قدامكم، انا بوزن كيلو. والسمك سعره خمسة كل وعشرين حاجة جنيه كيلو. والكابوريا سعرها الكابوريا النوتي ب110، والدكورة ب70. النوت الكابوريا اللي هي النتاية ب110. أما الكابوريا اللي هي مش نوت يعني اللي هي الذكور يعني عاملة 70 جنيه الكيلو. فطبعا رحت جبتهم لها التلاتة، ورحت جبت الكرسيين واتسوقت بقى. جبت لهم برتقال وجبت لهم فراولة، صح يا نورة؟ مش انتي قلت لي يا ماما جيبي لي فراولة؟ اه يا جماعة، ده صاحب ابني اللي كان بيصور. مش ده اللي كان بيصور يا نور؟ ده صاحب أحمد. أنا اللي صورت، صح؟ هي اللي بعد كده صورتني دلوقتي. عايزة اقول لكم الزحمة دي على طول في المكان ده. بصوا شايفين منظر العربيات ده بيننا وبين البيت ما يجيش هتشوفيني ضربت 3 دقايق. بس عايزه اقول لكم عندهم اسماك حلوه قوي قوي قوي. وعلى فكره ناس مش نصابين في الميزان. على فكره ناس مش نصابين في أنا السعر. اللي صورتك أهو. هنا بقى نور اللي بتصورني، صح يا نورة؟ جميلة التصوير. يا جماعه حط لك حط لايك عشان خاطر نور بتقول لكم جميل التصوير يا جماعه. يعني هي اللي بتقول على نفسها انها بتصور حلو. شطوره يا نور، انا مبسوطه منك قوي يا نور، ان انت ايديكي ما كانتش بتتهز، وان انت جبتي ايدي وجبتيني وانا بصور، صح؟ شطوره. هاتي بص قمر حبيبه ماما. أنا مبسوطة. كنت في الأول يا جماعة، كنت بقى أنا قاعدة على اللعبة ومركزة مع ماما. يعني هي بتقول لي قاعده على اللعبه ومركزه مع ماما. واصحابي معايا برضه في اللعبة. اه انا مبسوطة عشان انا المرة اللي فاتت كانت ايدي بتتهز، فبقت لما كنت في سنة اولى بقى. اه بس بقيت في سنة تانية بقى ما واعرف بقتش اصور. ايدها تتهز وبقت بتعرف تصور. انا اللي مصورة كل دول. انت يا نور لما عملنا الكابوريا المره اللي فاتت عجبتك؟ اه. عايزاني اعمل لك تاني؟ بس بقى الخميس ما يبقى عندنا عزومة. اقولك مش تيتا جاية اه الاسبوع الجاي. يا مان، بس مش عارفة هتيجي امتى.
عايزين بقى ناكل جمبري، مم. كابوريا، اسمعوا. فراخ مم. ورز بسمتي، بس الفراخ تبقى صينية كبيرة كده. ماشي. خدوا بالكم ونحط تتفرج على يوتيوب كتير. ونحط مم. عليها رز بسمتي، والفراخ تبقى في النص والفراخ كده، تبقى في النص كده. وشوربة ايوه وحمام ايوه. بقول لكم والفراخ. هي شكلها بص، جعانه. مم. والفراخ اللي فوق، مم. ماشي، بس فراخ اللي فوق وفراخ تانية، والبط سامعين يا جماعه؟ وبط كده. والرز الأبيض وكبيرة كده بقى. انتوا شايفين؟ تحس ان نور جعانه اصلا. دي بقى كانت الجوله اللي انا عايزة خدتكم أكل معانا كده. في السمك. ومن بعد السمك دخلت بقى عليكم على فين؟ انا رايحه كده محل بتاع الايه، البلاستيكات اللي احنا اشترينا منه سكيت. الكراسي. تمام. احنا كده راجعين. لا ده احنا لا، كده لسه. رايحين. كده احنا لسه رايحين. خدتكم بقى معايا جوله. اراكم اسعار السلوبيت اللي انا جايبه الحبيبه اللي انتوا شايفينه ده. عامل ماما قالت لي 280. هتجيب لي واحدة. عامل 280. وفي السلوبيت بتاع نور برضو كنت انا جايبه برضو دلوقتي سلوبيت اصغر، حجم اصغر شويه. عامل 180. يعني الكبير 280 والصغير 180. صح يا نورة؟ حلوه السلوبيت يا نورة، بتحبيها؟ حلو. السلوبيت اللي هو الارنوب ده يا جماعه. المهم انا بوريكم الكراسي اهيت. انا لسه داخله على المحل والله، لسه ما كلمتهم ولا اي حاجه. بس هم عارفين يعني ايه ان انا زبونتهم وبشتري من عندهم حاجات كتير، مش اول مره اشتري منهم. المهم اللهم صل على النبي، دخلت عليهم كده على المحل وسألت الكرسي بكام. قال لي الكرسي مش لزبونتنا ب85 جنيه، اما لزبونتنا ب75. قلت له يعني انت عملت خصم للزبونة يعني 10 جنيه بس؟ قال لي والله ما بيحصل لأي حد. قال لي عشان انت زبونتنا واحنا حافظينك وعارفين ان انت يعني بتيجي تسألي علينا هنا على طول. الله يصلح حالهم وحالنا والدنيا كلها والله العظيم كده يا جماعة. يعني بصوا، خد وهات. يعني بلاش حد يمسك قوي وبلاش حد يسيب قوي. خير الامور الوسط، فاهمني؟ عشان برضو اللي بيشتري منه برضو ما يطمعش فيه. لان برضو يا جماعه بتدفعوا ايجار محل عندهم اولاد كده. وبرضو ايه، خير الامور الوسط ان برضو ايه، سيب من يمتك شويه عشان تعمل حساب ان الزبون يرجع لك تاني. يعني ده مبدأ اللي هو سيب وانا سيب. اللي هو او ارخي شويه يعني عشان الحبل ما يتقطعش. واتمنى تكون جولتي عجبتكم. ولو كانت الجوله عجبتكم والتصوير في السمك عجبكم في محل السمك. وطبعا الكلام الفراخ الجميل بتاع قاعدة بتصوصو بتقول كوكو كوكو. كوكو كوكو. فراخ. الفراخ بتدن يا جماعة. ربنا يا رب يطرح فيهم البركة يا رب. المهم جولتي تكون عجبتكم. تصويري مع أبو جنى. أبو جنى على فكرة وتصويري قال لي مع يا أم نور. أحمد. وتصوير نور ليا. أبو جنى قال لي يا أم أحمد إحنا في بضاعة جاية لنا كمان أسبوع، وهنظبط المحل تظبيط حلو، ونتمنى إن أنت تيجي تصوري معانا تاني. صح يا نور؟ مش هما كانوا مبسوطين وفرحانين؟ صح. والله كانوا فرحانين بيا فرحة. يعني عايزة أقول لكم بيحبوا ماما. يكفي بس الفرحة اللي كانت في عينيهم. من مراته وهو يكفي. وعياله ما شاء الله. يا جماعة مراته اللي هي اللي واقفة دي أم جنى. مش هي كانت مبسوطة يا نور؟ يلا حبايبي، واستودعكم باي. في الله، اعملوا لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.